الجيش الجزائري من أقوى الجيوش العربية إن لم تكن من أقوى الجيوش في العالم. هنشوف فيديو النهاردة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكمان وزير الدفاع وهم داخلين لمكان الاحتفال بالقوات الجزائرية والجيش الجزائري، موقع الاستعراض اللي هيتم فيه الاستعراض بقوات الجزائرية. تعالوا نشوف مع بعض مع اصطحابهم بفرقة الخيالة، حاجة جميلة جدا. السيدات والسادة الحضور، ضيوف الجزائر الأعزاء، يشرع الآن السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مرفوقا بالسيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمواكبة فرسان الخيالة لقيادة الحرس الجمهوري بتفتيش القوات المشاركة في الاستعراض. بالتزامن مع ذلك سيتم تنفيذ رمي تشريفي بالمدفعية ل70 طلقة احتفاء بالذكرى 70 لثورة نوفمبر الخالدة. تفتيش القوات ده يعني ايه؟ يعني هيقعدوا كده على المنصة ويشوفوا القوات وهي معدية، بقى فرقة كذا فرقة كذا فرقة كذا. هنستمتع مع بعض بالفيديو. زي ما احنا سامعين مع بعض، سامعين اصوات الخيول وهي ماشيه على الاسفلت، صوتها جميل جدا. طبعا لابسين اللي هو الزي اللي هو بتاع الخياله الجزائري، حاجه جميله جدا. طبعا الرئيس ومعاه وزير الدفاع جايين في العربيه اللي هي المصفحه دي، وفرقه الخياله اللي هي تبع الحرس الجمهوري جايه معاهم. شكله روعه، يعني شكل الدخله كده تحس ان في هيبه كده في الموضوع. طبعا الخيول دي من التراث الجزائري، ومن يعني طبعا ايام ما كانوا بيحاربوا وبينالوا استقلالهم من فرنسا، طبعا كانت الخيول عنصر اساسي في الجيش الجزائري. فطبعا هي اللي افتتحوا بيها العرض، والدخول للرئيس ووزير الدفاع كان بالخيول زي ما احنا سامعين مع بعض، وصوت الخيول رنتها على الاسفلت مدوي كده في الموضوع. ها نحن نحتفل بالذكرى 70 لثورة نوفمبر المجيدة، وكلنا فخر واعتزاز، ونحن نحيي هذه الذكرى الغالية في كنف الطمأنينة والسكينة، والجزائر الجديدة تشق طريقها نحو غدها المشرق، وعبير الحرية يملأ الصدور، وجلال الذكريات يخلد في الوجدان، وروعة الإنجاز تخطف الأبصار، وآمال المستقبل المشرق تزدهر في النفوس. التصوير رائع، يعني التصوير شايفين دي طيارة دراون من فوق، الصورة جميلة. ما عاهدوا الله عليه بفضل صلابتهم، بفضل عزيمتهم، إيمانهم وإخلاصهم، أصبح المستحيل ممكنا، والحلم حقيقة، والآمال واقعا معاشا. شايفين فرقة الخيالة والدخول المهيب للقائد الأعلى للقوات المسلحة أو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير دفاعه. هنستمتع بعرض جامد جدا النهارده. بالاستعراض استعد. طبعا هو بيديهم إشارة الاستعداد للبدء. نكب سلاح، حك، قدم سلاح، حك. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، القوات المشاركة في الاستعراض جاهزة للتفتيش. اللواء سيدان علي المشرف العام على الاستعراض. طبعا اللواء السيدان علي ده المشرف العام على الاستعراض بيدي إشارة البدء للقوات إن هي تبدأ وإن هي مستعدة للتفتيش، مع إن القوات المدفعية هتضرب 70 طلقة. ال70 طلقة دول يعني إيه؟ دلالة على الذكرى ال70 للثورة الجزائرية العظيمة. ما شاء الله، شايفين المدفعية بتضرب 70 طلقة مع الإيه؟ صوت الموسيقى والفرقة العسكرية الجزائرية. هنا فرقة الخيالة
ثابت المكان. وطبعا هنا الرئيس الجزائري بقى هيخش دلوقتي على القوات ويعمل ايه تفتيش على كامل القوات، قوة كذا وقوة كذا وقوة كذا. وده طبعا هنشوفه ان شاء الله في فيديوهات تانية بالتفصيل واحدة واحدة في العرض العسكري ده، مجهزينه ومظبطينه مع بعض بحيث ان احنا نفهم بالظبط العرض العسكري المهيب ده. رحم الله شهداء الجزائر الأبرار، شهداء الثورة التحريرية المجيدة، حفظ الله وطننا. فيديو جميل جدا، شفنا الدخلة والتشريفة والفرقة الخيالة والأصوات الموسيقى وضرب المدفعية ل70 طلقة. وطبعا لسه هنشوف الفيديو الجاي إن شاء الله مرور الرئيس الجزائري وتفتيشه على القوات قوة قوة، وهنتفرج وهنستمتع بالقوات الجزائرية الضخمة جدا. الجيش الجزائري من أقوى الجيوش في العالم، ورحم الله شهداء الجزائر. أشوفكم دايما على خير، السلام عليكم.